مو نشيله من جدول الاعمال اذا الاغلبيه ما موجوده. اعطي الان الدور لزميلنا الاستاذ الدكتور شورش عمر، احد اعضاء لجنه تعديل الدستور في رئاسه الجمهوريه، الاستاذ في جامعه السليمانيه. والقائمين عليها بإقامتهم هذا المؤتمر العلمي الذي نحن بأشد الحاجة إليه في وقت الحاضر، حيث تمر بلدنا بأزمات سياسية كثيرة ويومية ربما، وتظهر هذه الأزمات على سطح الحكومة الاتحادية وكذلك نفسها، وكذلك بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات، سيما أن رفوف المحكمة الاتحادية موجودة فيها دعاوي بين المحافظات مع الحكومة الاتحادية وبين الإقليم مع الحكومة الاتحادية. لذلك أن هذا المؤتمر في وقت جيد ونثمن جهودهم، حيث أن التعديلات الدستورية أيضا مرت بأزمات، حيث مادة 142 تقرر بأنه مجلس النواب عند تشكيله وفق هذا الدستور 2005 يجب أن تشكل لجنة خلال 4 أشهر، وهذه اللجنة تقدم تعديلات خلال 6 أشهر، لكن هذه اللجنة لم تنفذ أعمالها. وكذلك بعد مطالبات تشرين في 2019 شكلت لجان مختصة لتعديل الدستور في مجلس النواب، في رئاسة الجمهورية، وفي رئاسة مجلس الوزراء، لكن أعمال هذه اللجان لم تؤدي بنتيجة أيضا. لذلك أنا أؤيد اسم عنوان المؤتمر بأنه نحن في أزمة التعديلات الدستورية، نحن في أزمة تطبيق الدستور، حيث أن العبرة ليس في وجود الدستور سواء كانت بنصوص جيدة أو بوجود تكرار. كل دساتير العالم بخلل ونواقص، لكن العبرة في جودة الدستور وفي احترامه وتطبيقه كما تفضل بعض من السادة الحضور. وكذلك لا ننكر أن هذا الدستور بثغرات هذا الدستور أيضا، لكن التعامل الانتقائي للمكونات أو للأطراف السياسية مع هذا الدستور خلقت أزمات كثيرة عدة، حيث نطلب من النص الواضح تفسير من المحكمة، لا اجتهاد في مورد النص. هناك نصوص واضحة، نطلب من المحكمة الاتحادية أن يفسر لنا، أن يعطينا طريق آخر للتعامل مع هذا النص. وهذا ما حصل بالنسبة لكثير من النصوص، مثلا الكتلة الأكبر، حتى بعد تدخل المحكمة الاتحادية الأطراف طلبوا ثانية وثالثة ورابعة من المحكمة الاتحادية للإدلاء بمضمون مفهوم الكتلة الأكبر، وكانت المحكمة رأيها مستقرة على هذه الكتلة الأكبر بأنه الكتلة التي تشكل حتى في أول جلسة لمجلس النواب، إلى أن تم عدل عن موقفه في قراره الأخير قبل الأيام بأنه حتى هي الكتلة التي يتم تشكيلها حتى بعد انتخاب رئيس الجمهورية. أن المبادئ الأساسية في هذا الدستور سواء متعلقة بالنظام البرلماني أو بالنظام الفيدرالي أو باللامركزية الإدارية، وهي أسس رئيسة لتجسيد الديمقراطية في هذا البلد المتضمن المكونات المختلفة. فبدون عيش المشترك، بدون إيمان بالديمقراطية، إيمان بالوجود الآخر، لا يمكن أن نعيش في هذا البلد سعيدا، لا يمكن أن نطبق الدستور تطبيقا سليما. لذلك فإن الثغرات موجودة في النظام البرلماني أشار إليها الدكتور باسل فيصل أستاذنا، عدم التوازن بين البرلمان والمجلس والسلطة التنفيذية، لكن أنا شايف إلى بعض المعوقات من
النظام الفيدرالي. الفيدرالية له تاريخ في العراق قبل سقوط النظام السابق، حيث هناك أدبيات في إقليم كردستان قبل في الثمانينات في هذا القرن حول تقرير المصير والحل الفيدرالي للمشكلة الكردية في العراق، وكذلك مقررات مؤتمرات المعارضة العراقية قبل سقوط النظام أقرت بالفيدرالية للعراق. لكن موقف الدستور عندما جاءت أقرت بالفيدرالية أقرت بالفيدرالية بخجل، لم يتم تحديد الأسس الرئيسة واللازمة للنظام الفيدرالي، حيث احنا لا نزال في العراق لدينا اقليم واحد وهو اقليم كردستان الذي موجود كواقع مستمر منذ 92، وبعد سقوط النظام وضع قانون إدارة الدولة وضع دستور 2005 أقر بهذا الواقع دستورا. لكن أسس الفيدرالية وجود أقاليم أخرى رغم طريق الدستوري والقانوني لهذا التشكيل لتشكيل أقاليم جديدة، أن المحاولات التي طلبت سواء في فرات الأوسط أو في جنوب العراق أو في وسط العراق رفضت تلك المحاولات لتشكيل أقاليم جديدة. ولا يمكن أن هذه الفيدرالية تدوم وتزدهر بوجود إقليم واحد، لأن هذا الإقليم لوحدها تجابه الحكومة الفيدرالية. فهنا الخلل. فمن الضروري تعزيز الفيدرالية من خلال أقاليم جديدة، والفيدرالية هي ليس نسعى للانفصال، ليس اتجاه نحو الانفصال. هذه الدول الفيدرالية حوالي أكثر من 25 دولة في العالم تتبنى النظام الفيدرالي، والدول فيدرالية أقاليم فيها حتى رغم إجراء الاستفتاء لمرتين أو ثلاث، لكن أبناء هذه الإقليم تبقى تقرر بقائها ضمن الدولة الفيدرالية، لأنه استفاد من بقائها في دولة فيدرالية. كان حالة كويبي رغم استفتاءاتهم أقروا ببقائهم ضمن الفيدرالية الكندية. دكتور شورش الوقت فضلك. المسألة الأخرى لا يمكن أقاليم تمثل في السلطة المركزية من خلال مجلس النواب فقط. مجلس الاتحاد خصص الدستور مادة واحدة، ومادة أخرى أبطل هذه المادة حملنا، يعني أن مجلس الاتحاد تم تعطيله دستوريا، ونحن بأشد الحاجة إليها، بأشد الحاجة لوجود مجلس الاتحاد حتى يتمكن الأقاليم من تمثيل نفسهم، لأن مهما كان عدد مثلا إقليم كردستان، إذا عدد إقليم كردستان لديه 80 نائب، لا يقدر مثلا يرفض قرار يمنع تمرير قانون بمجلس النواب إلا من خلال المجلس الثاني. لذلك فإن الأسس الفيدرالية يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار إذا نحن مؤمنين بتجسيد وتعزيز الفيدرالية. أما إذا غير مؤمنين بتجسيد الفيدرالية هذا بحث آخر، إذا غير مؤمنين بحقوق المقابل هذا بحث آخر. وشيء آخر هو أن الدستور وضع أقاليم مع المحافظات في نفس المستوى، ومحافظات وحدة إدارية يمكن إمضاء صلاحيات للمحافظات من خلال منح اللامركزية الإدارية كما قرر الدستور، لكن الإقليم وحده سياسية يتمتع بسلطات معينة. النقطة الأخيرة بالنسبة للمكونات، مادة 125 أتصور الدستور أقر بعجل بحقوق المكونات، حقوق القوميات السياسية والثقافية. المفروض هذه المادات تفصل في الدستور حتى تتمكن تلك القوميات أو المكونات الأخرى من ممارسة حقوقهم في المنطقة التي متواجدين فيها، سواء في كركوك أو في بغداد أو في أربيل أو في موصل. لذلك ندعو أخيرا أن يخرج هذا المؤتمر بحلول ومقترحات ناجحة لكي تساهم في حل مشاكل بلدنا وتعزيز المبادئ الأساسية التي أقرت هذا الدستور التي لم تكن موجودة في الدساتير السابقة في قبل 2003، مثلا الديمقراطية والنظام البرلماني والفيدرالية واللامركزية الإدارية والشرعية.
شكرا جزيلا للدكتور شورش حسين عمر استاذ القانون الدستوري في جامعه السليمانيه. والان ناخذ 3 تعقيبات.